السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا على خير ان شاء الله، ما يخصكم حتى شي خير. كي دايرين الاجواء ديال ما هو البرد ما هو الشتا. المهم الحمد لله، راجع ربي رحمنا بالشتا ورحمته ان شاء الله. المهم انا جيت نصوب معكم واحد الكيك. كيك ساهل، دغيا تيوجد وتيجي صراحه لذيذ بزاف. كاع الوليدات تيحبوه، تتعرف الوليدات مع شوكولا. انا غنصوبو ان شاء الله بالشكلاط. هاد الكيك هذا درت فيه غير بيضه وحده، ودرت واحد الكاس سنيده. انا مهم ملي كنت نوجد معكم الكيك جاتني شي اخبار في التليفون، صدقت ما مكملاش حتى الاخر معكم، حيت في الاخر غادي نتبرزط. صدقت غير الوليدات قبل ما يقطعوا داكشي تنقول سجلوا ليا وهذه، وما سجلتوش كامل، ما تقبلوا عليا. المهم انا درت كاس بيضه وحده وكاس سنيده، غير كاس صغير ماشي كاس كبير. المهم غنكمل نعمر الكاس ديال الزيت، حتى هو ما عامرش بزاف، وغادي ان شاء الله نخوي غير بشويه. وانا تنخلط. غادي ندير الكاس لاروب حتى هو. المهم عبرت كلشي بهاد الكاس الصغير. انا محتاجه ديك لي بات ديال الكيك، غتكون غير ما تكونش عاليه بزاف، حيت انا فوق منها غادي نخوي واحد كوش تاع الشكلاط بالفلون. المهم هنا دابا درت كاس تاع اللبن حتى هو بنفس العبار تاع الكاس، ما كبيرش، ماشي كاس ديال العلبه، صغر من الكاس تاع العلبه. خويت كلشي. المهم بغيتي ديري قشور ديال الحامض، بغيتي ديري خنيشه ديال فاني، انا درت خنيشه ديال فاني. بعد ما نخلط كلشي ان شاء الله، وغادي نكمل معكم الخليط ونرجع معكم ان شاء الله. غندير 2 كيوسه ديال الخميره، تقدر دير غير وحده، انا درت 2 باش تجيني خفيفه، طلعت تجيني خفيفه. واحد المعالقه ديال الخل. المهم انا درت داك الكاس ديال اللبن، تقدري ديري نتيا كاس ديال الليمون، تقدري ديري كاس الحليب اللي عجبك. انا حيت باليوم الجمعه عندي اللبن موجود، قلت غادي ندير كويس تاع اللبن. غادي نكمل الخليط ديالي كامل، وغنبدا نزيد الطحين غير بشويه بشويه. المهم هانتي تشوفي في الخليط دابا بحال بدا تيقصح شويه ياك، غنزيد واحد 2 معالق ديال اللبن، ونزيد نخلط مزيان باش يخفف معايا. هو راه جيت ما ضربتيه هو قاصح، وزدتيه شي كويس تاع الحليب، شي نص كاس تاع الحليب بحال هكا، او شي بحال هكا المقادير اللي انا درت اللبن، او بغيتي ديري العصير او اللي بغيتي ديري. المهم انا زدت شويه ديال اللبن، وغادي تطلق، غادي يجي واحد سميتو زوين، واحد الخليط زوين. شفتي الخليط ديالها واش كيفاش رجع؟ هاو كيفاش رجع، شفتي؟ المهم غادي ندهن المول ديالي،
انا غادي نفعل واحد القنت وغادي ها شفتي. لو وصلتوا معايا حتى هنا ما تنساوش تصليوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ما تنساوش واحد البصمه واحد لايك غير فضلا منكم ليس امرا. وتنشكركم بزاف اللي خطكم شفتوا الخليط هو هذا. المهم غادي نزيد واحد المول ديالي ندير فيه واحد شويه ديال الزيت وغادي ندردر ليه شويه ديال الطحين. هاد الكيك هذا تيجي خفيف تيحماقوا ليا على الوليدات ما تيحماقوا عليا الوليد. انا هذا كنت نصوب من زمان بيضه وحده نص كاس الزيت نص كاس الحليب نص كاس نص كاس نص كاس وتجي ديك ليباط هذاك لاباط سميتها خفيفه معالياش وتنعمرها ليهم من الفوق بشي حاجه ديال الشوكولا ولا بشي بديك ليباط باتيسير او لا اي حاجه بحال هكا تتعجبهم تتجيهم زوين وتتعجبهم اللي درتو فيها الفواكه وهذه تتعجبهم. المهم انا شديت هاد الشيء ديالي كامل غادي ان شاء الله نخويه بحال هكا. انا غنخوي هاد العجين ديالي صافي. لي ان شاء الله دابا غير نديرها في الفرن. انا غنخليها مطرفه على ما شعلت الفران. وهذا هو الكيك ديالي بعد ما وجدت ليه واحد اش نقول واحد جوج كيسان ديال الحليب ودرت فيهم واحد الفلو ديال الشكلاط ودرت فيه السكر وفيضته. بعد ما فيضته خليت الكيك ديالي في الثلاجه تتبرد. خويت عليه هاد المقادير ديال الشكلاط والفلو ودرتها في الثلاجه وعاد خرجتها زينتها بطريفات ديال البنانه ولا التفاحه ولا اللي بغيتي انت ديال الخوخه ولا اللي بغيتي. الفريز عندك موجود ولا اللي بغيتي. المهم انا حيت باش نوجد معكم داك الفلو كيفاش درتو هذه كانت خرجت الصراحه من الدار وما كملتش. المهم هي هذا الكيك ديالي بعد ما تنقطعو عرفتي ديك الكيكه راها تجي خفيفه تدو في الفم تجي خفيفه وزوينه. المهم هو هذا الكيك ديالي دابا غير الوليدات اللي تيقطعوا. انا خرجت من الدار كانت جاتني واحد المكالمه وخاصني نخرج. غير الوليدات اللي طلبتهم يسجلوا ليا. المهم ولو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش واحد البصيمه وواحد لايك وشكرا بزاف. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. وشكرا بزاف على المتابعه. لهلا يخطيكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش تصليوا على النبي وما تنساوش واحد البصيمه وواحد لايك. شكرا بزاف ان شاء الله.